طلعت لك المرقه في الراس، طلعوا لك الطويجنات في الراس، طلعت لك الخضره في الراس مع الدجاج. جيتكم اليوم بواحد الوصفه سحريه سهله بسيطه، تقدري تاكلي فيها جميع المكونات، والمكونات ديالها دائما كاينين في الدار موجودين، وسهله في التحضير ودغيا دغيا كتوجد. كنتمنى البنات ما تنساوناش من اللايك والتعليقات والبارطاج باش تعم الفائده. واللي جديده في القناه كنقول لك مرحبا والف مرحبا، ديري ابوني فعلي الجرس يبقى دائما يوصلك الجديد. دابا غادي ندوزو المقادير والطريقه ديال التحضير. هنا كما كتشوفوا معايا انا عندي هنايا نص ديال الدجاجه. نتوما تقدروا ديروا الكميه ديال الدجاج اللي بغيتوها، ديروا الدجاجه كامله، ديروا نص الدجاجه، الكميه اللي حبيتو ديروها. هنا عندي واحد الفلفله اللي قطعتها شرائح طويله، والبصله كذلك اللي قطعتها شرائح طويله. عندي واحد خيزويه اللي حكيتها في الحكاكه الغليظه. عندي واحد البطاطا اللي قرطها. عندي جوج حبات، جوج ورق ديال سيدنا موسى. عندي جوج تومات اللي حكيتهم. عندي هنا واحد البصله مطيشه عفوا اللي حكيت. هنا عندي زلفه ديال الرز اللي غسلته بطبيعه الحال ديال الشلاضه. النوعيه ديال الرز اللي عندكم تقدروا تستعملوها، اللي غسلتها ونقيتها وغسلتها. هنا عندي التوابل، عندي سكنجبير، عندي الكمون، عندي البزار، عندي الخرقوم، وعندي السودانيه كتبقى على حساب الذوق، وإلا عندك الهريسه تقدري تستغني على السودانيه. عندي الملحه كذلك على حساب الذوق، وعندي شويه ديال التحميره. انا هنا ما عنديش مطيشه ديال الحك. تقدروا تستعملوها الا كاينه عندكم، تقدروا تستعملوها، راه كتجي زوينه بزاف. هنا اول حاجه غادي نبدا بها، غادي نبدا غنضيف الزيت في الطنجره اللي غادي نطيب فيها، وغادي نضيف البصله. هاد البصله هادي غادي نخليها تشحر مزيان مزيان هاد البصله حتى تطلق. عاد يمكن لينا نزيدو عليها توابل اخرين. هنايا كما كتشوفوا البصله من بعد ما تشحرت لينا مزيان كنضيف عليها الثومه، كنضيف اوراق سيدنا موسى. صافي وغادي نشحر مزيان، نخلي هادشي يتشحر مزيان باش هذيك الثومه طلق لنا ديك البنه ديالها، باش نضيفو كذلك توابل الطبق. هنا كما كتشوفوا غادي نضيف الدجاج، غادي نخليه يتشحر شي شويه في هاد الشرموله، البصله والثومه وورق سيدنا موسى والزيت من طبيعه الحال. غادي نخليه يتشحر لينا واحد شويه، من بعد عاد نضيف الخضر اللي بقات لينا. قد ما خليناه يتشحر قد ما كيجي زوين بزاف. هنايا غادي نضيفو التوابل ديالنا، غادي نحرك الدجاج ديالنا في دوك التوابل مزيان. غادي نقلبو على جوج جوايه حتى يتشحر لينا في التوابل. قد ما عطيناه الوقت في التشحار قد ما كيجي زوين اكثر. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه، غادي نحرك وما نحيدش يدي باش التوابل ما يتحرقوش لينا، وغادي نزيد نضيف عليهم مطيشه اللي حكيناها باش هكذايا التوابل ما يتحرقوش لينا في الزيت. ضروري ما نديروش شي حاجه سائله. هنا كما كتشوفوا غادي نزيد نخليه يتشحر مزيان في هذه التشرموله. قد ما كيتشحر البنات قد ما كيجي زوين. هنا غادي نضيف كذلك الفلفله.
وغادي نضيف كذلك الجزر او خيزو. غادي نخليه يتشحر غير واحد شويه ماشي بزاف، وغادي نضيف عليه بطاطا ودابا غادي نضيفو الماء غادي نضيف الماء حتى يتغطى لينا الدجاج والخضره صافي، وغادي نسد عليه وغادي نخليه يطيب على خاطرو. هنا تقريبا غادي نخليه يطيب حتى غيطيب لينا الدجاج. غادي نبقى نقلب مره الصدر ديال الدجاج حتى غادي نلقاه صافي راه طاب دخلو طياب صافي. دابا غادي نسد عليه وغادي نخليه يطيب. هنا كما كتشوفوا الدجاج ديالنا ها هو واجد، حتى الريحه كتشهي. هنا غادي نحيد الدجاج من بعد ما طاب، راه خدا ليا تقريبا شي 45 دقيقه صافي. غادي نحطو في سميتو ولا غادي ندخل الفرن. هنايا غادي نضيف الروز البنات من بعد ما غسلته مزيان راني خليته منين الدجاج بدا كيطيب راني خليته ورقدته في الماء تقريبا ديك 45 دقيقه وهو مرقد في الماء باش دغيا كيطيب لينا في ديك المرقه. ما كنحتاجوش نزيدو نضيفوا له الماء اكثر وما كياخذش لينا الوقت في الطياب. صافي هنايا كما كتشوفوا راني درت الروز في المرقه ديالنا صافي. غادي نسد عليه وغادي نخليه يطيب. هنا غادي ندوز للدجاج، غادي ندهنو بواحد شويه ديال الزبده. هنا انا راني خلطت شويه ديال الزبده مع شويه ديال السمن كيعطيه واحد المذاق زوين بزاف. نتوما الا ما عندكمش السمن تقدروا تستغناو عليه، تضيفوا غير الزبده راه كتعطيه اللوين زوين وكيتحمر كيجي رائع. هنايا من بعد ما غادي ندهن مزيان الدجاج ديالنا بالزبده والسمن صافي. راه من بعد راني شاعله الفران من قبل كيسخن، غادي ندخلو وغنشعل عليه من الفوق ومن التحت. منين يبدا كيتحمر نقص عليه من الفوق ونخليه غير لتحت، وراه غادي يتحمر من الفوق ومن التحت. كما كتشوفوا الرز ديالنا مع الدجاج ديالنا ها هو واجد كيجي رائع ودغيا كيوجد ما كياخذش لك الوقت. والمكونات ديالو دائما بساط ودائما كاينين في الدار. هكذا كناكلوا الخضر وكناكلوا الرز. وحتى الوليدات اللي ما تياكلوش الخيزو ما تياكلوش الفلفله ما تياكلوش بهذه الطريقه كياكلوها ما كيحسوش بها.